بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هكلمكم عن المشروع الدعوي اللي أنا عاملاه اللي اسمه رأي العين. فكرة المشروع هي إيه؟ الفكرة إنك أنت بتخلق حالة للطفل من تعلق قلبه بالله عز وجل عن طريق إن أنت تحول الأمور الغيبية إلى أشياء ملموسة ومحسوسة، وده بيكون عن طريق انك انت تشرك حواس السمعية والبصرية للطفل وتترك له مساحة ان هو يطلق عنان تفكيره فيما أخبر الله عنه تعالى ورسوله في كتير من الأمور، عشان يصبح لدى الطفل حالة تعلق قلبي وشغف بالطاعات. وبما ان الاغراء الزائد في الماديات اصبحت سمة هذا العصر، وبالتالي تأثر القلب سلبا ولم يعد يحس معنى العبادة ولم يعد يستشعر بلذتها في قلبه، فكان لابد ان احنا نخاطب القلوب ونعمل على احيائها. فالقلب هو اساس الجوارح، فان صلح القلب صلحت احوال العباد. وده في رأيي ما يشهد عليه عصرنا من كثرة المساجد وامتلائها بالمصلين وكثرة الموحدين، ولكن ما بنلاقيش ثمرة هذه العبادة على الشخص في تعاملاته وفي سلوكه. فلماذا لم يجني ثمار عبادته؟ ولماذا لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر، برغم ان الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلماذا لم تنتهي الفحشاء برغم كثرة المصلين؟ السر بيكمن في عدم استشعار القلب العبادة. فالله تعالى لا يريد منا عبادة صماء بلا روح ولا قلب، الله يريد منا القلوب قبل الجوارح. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله سبحانه وتعالى يريد مننا قلوب تشتاق وليس أعناقا تساق. ولو تأملنا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لوجدنا أنهم أدركوا هذا المعنى إدراكا كاملا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة قال: أرحنا بها يا بلال. كيف أن تكون الراحة في الصلاة ما لم يكن هناك قلب يستشعر، قلب حاضر مستحضر لعظمة الله تعالى وعظمة هذه الصلة؟ ربما يكون هذا من فرط التعلق، وأنا أزعم أن الوصول لهذه الراحة لا تحدث إلا إذا تعطلت كل الحواس والجوارح وبقيت القلوب هي المتصلة بالله عز وجل. عشان كده حدثت لها هذه الراحة. طيب وليه لأ؟ طيب لما أصابت ساق الصحابي عروة بن الزبير الأكلة، والأطباء كانوا عايزين يقطعوا رجله حفاظا على حياته، ونصحوا الأطباء بشرب الخمر حتى لا يشعر بالألم أثناء بتر قدمه، فقال لهم: ما كنت لأستعين على بلاء الله بمعصية الله. قال لهم: دعوني أو اتركوني أدخل في صلاتي واقطعوها حين أصلي. وبالفعل دخل في صلاته ولم يشعر بالألم. طيب كيف هذا؟ فالإجابة ببساطة: هذا حال القلب عندما يحيا القلب وتسكن الجوارح وتحصل الراحة. فالشاهد هنا ان بداية الطريق هي القلوب، فكيف نحيي القلب ونعلو به على سائر الجوارح؟ طيب الجواب بيبدأ من المعرفة اولا، ان احنا نبتدي ندي معلومات ثم نعزز هذه المعرفة بالخيال والتصور الذهني للأمور، فبنحول الغيب إلى واقع متخيل حتى يحسه القلب، ثم نعزز هذا الواقع بإشراك الحواس. فهذا من شأنه أن يحدث تعلق قلبي للطفل أو لأي إنسان أو الفرد عموما بالآخرة، فيتلذذ بالطاعة لأنه رآها قصاده رأي عين. العين بتعطي صورة ذهنية، فبتخلي الفرد أو الطفل يتعلق ويشتاق إلى فعل المزيد من الطاعات، لأنه سوف يرى ثمرة طاعته على الأرض في الواقع. سبق وأشرت إلى أهمية إعمال خيال الطفل أو الطالب أو الفرد،
وفي رأيي المتواضع إن ما وصل الصحابة إلى هذا اليقين إلا بالمشاهدة. فإن كان اليقين أقسام ثلاثة، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهدف المشروع بيكمن في الخروج بالطفل أو بالفرد من مرتبة علم اليقين التي هي ظاهر الشريعة وأدنى مراتب العلم، مرورا بعين اليقين ومجاهدة النفس في الإخلاص جنبا إلى جنب مع مرتبة حق اليقين اللي هي تعني المشاهدة الحسية لثمرات الإيمان والعمل الصالح. طيب، باستقراء السيرة النبوية وأفعال الصحابة بنجد إن ما وصلوا إليه كان عن طريق الخروج من علم اليقين، من مرتبة علم اليقين إلى حق اليقين. طيب، ندي مثال على كده. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تعطر الصدقة قبل أن تعطيها للفقير، ولما سألوها عن سبب هذا أجابت أن الصدقة تقع في يد الله أولا. طيب، ألم يكن هذا هو حق اليقين؟ فمن يفعل هذا إلا قلب استشعر وأيقن وشاهد رأي العين، مشاهدة حسية ملموسة بخيال أو ببصيرة قلب. وهنا تكمن فكرة المشروع اللي أنا بقدمه اللي هو رأي العين. طيب، نيجي لمثال تاني. الصحابي أنس ابن النضير يوم أحد وقبل استشهاده كان بيقول لسعد بن معاذ: الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. طيب، كيف هذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. طيب، من هنا جت فكرتي لمشروع رأي العين وربطه بالحياة اليومية سواء للطفل أو للفرد، عشان تتعلق القلوب ونحيي عبادة التأمل التي من نظري أنا إن هي عبادة توصل إلى الله عز وجل من أقصر الطرق. فما استدل سيدنا إبراهيم على الله إلا عن طريق تأمله في الكواكب والقمر والشمس، وما تهيأ رسول الله لاستقبال الوحي إلا بعد أن استخلصه الله في الغار للتعبد والتأمل والتفكر. طيب، عايزين نطلق العنان لمخيلات أطفالنا ومخيلاتنا بأن احنا نوجه خيالهم الخصب في استشعار مراد الله فيهم وعطاءات الله لهم في الآخرة. وده فكرة مشروع رأي العين اللي هتندرج تحته أفكار كتيرة زي قلبي، زي حصالة الأذكار، زي تجار نيات، زي سلم الأخلاق. أفكار كتيرة قوي هننفذها بشكل أو بطريقة رأي العين عشان تخدم المشروع الأساسي، عشان نخلق حالة من تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.